السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي، اخباركم يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا بيلا واحنا شغالين معاها حراسة. بيلا كان عندها تجربة، دخلت اكاديمية قبل ما تجيلنا واتدربت بشكل مش صح قوي يعني. هننزل لكم فيديو ليها في الطاعة برضو، الاوامر اللي هي اتعلمتها وازاي طريقة التدريب الغلط بتأثر على الكلب في ادائه مع صاحبه. واحنا شغالين معاها دلوقتي لقيتها بتلف تعضني وانا واقف جنبها بحمسها، بتلف تعضني، فحبيت اشارك معاكم الفيديو ده. اللي قبله مشكله زي دي يحلها ازاي. خليكم معايا وركزوا في التفاصيل قوي. جود جيرل، يلا ماشي، يلا واتش، مش يلا نمشي، يلا واتش. جود جيرل، ركز مع تصرفات الكلبه. واتش، جود جيرل، واتش، جود، واتش، جود، جدعه، برافو، واتش، جود، جود، واتش، جود جيرل. بصوا، بعد ما بتهجم على المهاجم بتلف عليا. يلا واتش، واتش، جود جيرل، واتش، جدعه، واتش. لما الكلب يعمل كده المفروض ان انا اعمل ايه؟ بصوا، حولت الموضوع للحس. ركز دايما على الكلب، ارجع ورا عشان نبان انا وهي. بثبت ايدي ما احركهاش وبطل طبطبه. اوعى تطبطب والكلب بيعمل التصرف ده وهو بيعضك، تطبطب في النص او ترجع ايدك ورا. انا المشكله مش عايز اغير الفكره دي عشان اوريكم لو رجعت ايدي لورا هي ازاي هتزيد، علشان هي اوريدي عملت ده قبل كده وانا ثبت ايدي. لو انا عملت العكس ممكن هي تزيد. هحاول اعملها لكم برضو تاني يا كوتش. يلا يلا واتش، واتش، جود، واتش، جدعه، واتش، 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 جدعه، واتش، جود، يلا واتش، واتش، واتش. الفت انتباهها يا كوتش. جد، جود، جدعه، واتش، واتش، جدعه، واتش، جود جيرل. يلا واتش، واتش، جدعه، برافو، جود جيرل، جود، 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 جود. نو، بص لو انا رجعت بصوا هتيجي ورايا تكمل. خش تاني يا كوتش. لا، يلا واتش، واتش، جود، واتش، واتش، جود جيرل، واتش. دولة وسيبه. جود، اديها الطج، جدعه، واتش، جود، سيبه، جود، جدعه، جدعه. بصوا، لما ثبت ايدي الكلب بيسيب. اللي انا بطلبه منك ده، دي حاجه مش منطقيه. مفيش حد ابدا هيتلسع من نار وتقول له ثبت ايدك. بس مع الكلب، مع ان عضته مؤلمه، لكن لما انا بثبت ايدي العضه ضررها بيقل، وهو بيوصل له بلغه جسدي ان الطريقه دي، سواء هو بيستخدمها عشان يسيطر عليا، سواء هو بيستخدمها عشان يعترض على حاجه مش مجديه، ما نفذتلوش اللي هو عايزه، او حتى لو بيعملها عشان لعب فانا ما حركتش ايدي فزودت عنده محفز انه يلعب. ففي جميع الحالات انا بطلب منك شيء ممكن تشوفه مش منطقي، لكن هو ده الحل الوحيد في قصه زي دي. سواء كلبك بيعض معاك في وقت هجوم زي كده، لازم تثبت للاسف وتطلب من المهاجم انه يبعد عشان تخلي الكلب يركز في التصرف وهو بيمسك في مين او بيعض في مين. نفس الكلام تطبقه في حاله اللعب. المشكله دي الناس كلها بتشتكي منها في البيت. الكلب بيعضعض فيا سواء بيلعب سواء بيكتشف شخصيتي او ايا كان. الحل دايما ان انا اثبت ايدي وما اديلوش انتباه. معلش يا كوتش مره كمان. يلا واتش، واتش، برافو، واتش. بحاول اعود الكلب ان ايدي دايما جنبه، انا اللي معاك اهو. جود بوي، واتش، جدعه، جود. بصوا، واتش، جود جيرل، واتش، 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 جود، جود، واتش، 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 جدعه، واتش، جود، واتش، 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 جود، واتش، جود، جود، جدعه، برافو، واتش، جود جيرل،
جدعه. جود. برافو. جود. بصوا هنا دي عضه جامده. بصوا لو الكلب حافظ امر المنع بقول له امر لا. المهم ان انا لازم اثبت ايدي ايه. جود. جود. يا رب تكون الفكره وصلتكم. هي بس هديت شويه لان انتوا لو حتى شفتوا اول ما بدانا كان الطج جنبها كنا شغالين اصلا، بس انا قلت اشارككم الموضوع. احنا هديناها شويه، كانت بتعض اقوى من كده يعني، بس هي فهمت الفكره وفهمت ان العض ده ملوش ايه قيمه. واي حد يواجهه اي مشكله ما تترددش تكتبها لنا في الكومنتات او تبعتها لنا في مسج، واحنا بنرد على كل الاسئله ان شاء الله. اشوفكم على خير. سلام عليكم.